لا إله إلا الله. والله خبر وحش. الزمالك بعد ما توقف كده 3 مرات، يعني دلوقتي بقى عنده وقفة كده كمان عشان عليه فلوس. ربنا يفكها عليهم. أنا واحد أهلاوي بقى نفسي الزمالك يرجع عشان المنافسة، أنتوا عارفين هنحفل على مين؟ يعني لو بقى فريق زي أي فريق هنحفل على مين؟ ما علينا. صلاح مصدق النهارده فسخ عقده بالتراضي مع نادي الزمالك وراح رفع قضية على الفيفا. كلنا عارفين الأزمة المالية وبسبب 6 أكتوبر والأزمة اللي شغالة، والكابتن هشام نصر طلع مع عمرو أديب وقال لك إيه؟ أنا علينا 2 مليار جنيه. 2 مليار جنيه. أنت 2 تعدي إزاي؟ ده أنا ما أعرفش، اللي يعرف يعديها يقول لي اكتبها لي في التعليقات يعديها إزاي. ف اللي قدامهم حل دلوقتي بعد ما قال لك محمد السكر موقفينه ولا مش هيجدد غير الزمالك وحسام عبد المجيد مش هيروح في حته. خدوا بقى الجديد. عرض 6 لعيبه من نادي الزمالك للبيع. 6 لعيبه. الاهلي بيبيع اللعيبه، الفريق النادي بيبيع الفريق عشان الازمه الاقتصاديه. ما خلاص دخلوا لقوا حيطه سد، لان نفسهم في حيطه سد. عندهم ازمه وقف قيد وعندهم فلوس. سابوا الفلوس هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ لازم يدفعوا الفلوس عشان خاطر يعرفوا يعملوا ايه؟ يعرفوا يفتحوا القيد، وعشان خاطر يعرفوا يعملوا ايه؟ يجيبوا لعيبه جديده. فقدامهم حل ايه؟ بيع محمد السيد وبيع حسام عبد المجيد وكمان معاهم 4 لعيبه. يعني ممكن نص الفريق، ممكن نجوم الفريق واي نجم في الزمالك هيجي له عرض هيتباع. الزمالك هيفضى من اللاعب. بس انا عندي حل لكم والله. ماشي عشان الازمه الماليه تبيعوه. طلعوا الناشئين بقى اللي عندكم. العبوا بالناشئين. والله الناشئين كويسين. العبوا بالناشئين. حل الازمه وابدا موسم بالناشئين، ما تعرفش تهبط. وبعد كده بعد ما تخلص خلاص الازمه ابدا اشتري لعيبه. ده حل الزمالك. وربنا يكون في عون الزمالك كمان. واقول لكم سلام.